عمرك فكرت ايه اللي بيخلي مكان تحس فيه بالراحة والجمال ومكان تاني تحس فيه بالخنقة والملل؟ السر مش بس في الأثاث ولا الألوان، السر الأكبر في الإضاءة. أيوة، الإضاءة يا جماعة هي الساحر الخفي اللي بيغير شكل المكان ومزاجك أنت شخصيا. الإضاءة الصح تقدر تحول أوضة عادية لقصر، وتقدر تخلي أوضة فخمة كئيبة. موضوع الإضاءة ده مش رفاهية، ده أساس من أساسيات التصميم الداخلي الناجح. والنهاردة أنا جاي عشان أكشف لك أسرار الإضاءة في التصميم الداخلي. هنعرف مع بعض أنواع الإضاءات المختلفة، وإزاي تستخدم كل نوع صح، وإزاي تلعب بالإضاءة عشان تخلق الأجواء اللي بتحلم بيها، سواء كانت أجواء رومانسية، أجواء هادية ومريحة، أو حتى أجواء فيها حيوية ومنعشة. وكمان هقول لك إزاي الإضاءة بتأثر على مزاجنا وإحساسنا بالمكان. يلا بينا نبدأ رحلة الإضاءة. قبل ما ندخل في التفاصيل لازم نفهم الأول ليه الإضاءة دي مهمة قوي كده. الإضاءة مش مجرد شوية لمبات وخلاص، الموضوع أعمق من كده بكتير. الإضاءة هي اللي بتخلق الجو العام للمكان. إضاءة دافية وخافتة بتخلق جو رومانسي وهادي، إضاءة بيضة وقوية بتخلق جو عملي ومنعش، إضاءة ملونة بتخلق جو مرح ومختلف. الإضاءة هي اللي بتلعب بمشاعرك وأحاسيسك وانت في المكان. وكمان الإضاءة الصح بتخلي الألوان والخامات والأثاث يبانوا أحلى واجمل، وبتبرز التفاصيل الحلوه في الديكور وبتخفي العيوب. فتصميمك مهما كان حلو، لو الاضاءه مش مظبوطه مش هيبان جماله. ده غير ان كل مكان في البيت ليه وظيفه مختلفه، والاضاءه لازم تكون مناسبه للوظيفه دي. فاضاءه المطبخ غير اضاءه غرف النوم غير اضاءه غرف المعيشه، والاضاءه لازم تكون عمليه ومريحه للعين عشان تساعدك تعمل اللي انت عايزه في المكان ده. والاهم ان الاضاءه مش بس بتاثر على مزاجك، ده كمان بتاثر على صحتك. الاضاءه الطبيعيه مهمه جدا لصحتنا النفسيه والجسديه، وكمان الاضاءه الصناعيه لازم تكون مريحه للعين وتقلل الاجهاد، لان الاضاءه السيئه ممكن تسبب لك صداع وارهاق وتوتر. يعني من الاخر كده الاضاءه هي روح المكان، هي اللي بتديله شخصيه وبتخليه ينطق ويتكلم. فلازم نهتم بيها جدا وندرسها كويس عشان نعرف نستخدمها صح. دلوقتي بقى تعالوا نتعرف على انواع الاضاءه المختلفه اللي ممكن نستخدمها في التصميم الداخلي. واول نوع هو الاضاءه الطبيعيه، ودي اهم واحسن نوع اضاءه على الاطلاق. ده نور الشمس اللي ربنا خلقه لنا. الاضاءه الطبيعيه بتدي للمكان حيويه ودفء وراحة نفسية مش طبيعية، ده غير انها كمان بتوفر لك في الكهرباء. وعشان نستغل الإضاءة الطبيعية صح لازم نكبر حجم الشبابيك بتاعتنا، ونستخدم كمان المرايات عشان نعكس النور ونوزعه في المكان كله، وده عشان تديلنا إحساس بالاتساع. ونستخدم كمان الألوان الفاتحة عشان بتعكس النور أكتر من الألوان الغامقة، فتخلي المكان كله منور أكتر. وطبعا نفتح الستاير ونحاول اننا ما نخبيش النور الطبيعي ورا ستاير تقيلة، فنستخدم ستاير خفيفة وشفافة تسمح بدخول النور. بس برضو الإضاءة الطبيعية ليها عيوب، ممكن تكون شديدة جدا في وقت الظهر مثلا، وممكن تكون مش كافية في وقت الليل أو في الأيام المغيمة، وعشان كده لازم نستخدم الإضاءة الصناعية جنبها عشان نكمل النقص ده. تاني نوع من أنواع الإضاءة هو الإضاءة المحيطية أو الإضاءة العامة، ودي الإضاءة الأساسية للمكان اللي بتنور المكان كله بشكل عام، ودي اللي بتخليك تشوف كويس وتتحرك براحتك في المكان بتاعك. من أنواع الإضاءة المحيطية دي هي النجف اللي بيدي فخامة وأناقة للمكان وبينور المكان من فوق لتحت، وده بيكون مناسب أكتر للصالونات وغرف الطعام الكبيرة. ممكن نستخدم كمان الأباجورات الطويلة اللي بتدي إضاءة ناعمة ودافية، وممكن نحطها في أي مكان في الأوضة، ومناسبة أكتر لغرف المعيشة وغرف النوم. عندنا كمان الإضاءة المخفية اللي بتكون مخفية في السقف أو الحوايط، وبتدي إضاءة غير مباشرة وناعمة جدا، وبتدي للمكان شكل عصري وأنيق. ثالث نوع من أنواع الإضاءة هي الإضاءة الموجهة، ودي الإضاءة اللي بنستخدمها عشان ننور منطقة معينة في الغرفة عشان تعمل مهمة معينة زي القراءة والكتابة والطبخ والمكياج والشغل على الكمبيوتر. أمثلة على الإضاءات الموجهة دي هي ممكن تكون أباجورات المكتب اللي بتكون مركزة وموجهة عشان تنور منطقة العمل على المكتب، أو وحدات الإضاءة اللي بتبقى أسفل الخزائن في المطبخ عشان تنور سطح العمل اللي تحته في المطبخ عشان تعرف تقطع أو تطبخ. أباجورات القراءة الجانبية للسرير اللي بتنور منطقة القراءة جنب السرير عشان تعرف تقرأ قبل ما تنام. وإضاءة المراية في الحمام اللي بتنور وشك كويس عشان تعرف تحط مكياج أو تحلق دقنك مظبوط. كل دي هي أشكال الإضاءات الموجهة المختلفة. أما رابع نوع من أنواع الإضاءة بتاعتنا هي الإضاءة المميزة أو الإضاءة الديكورية، ودي الإضاءة اللي بنستخدمها عشان نبرز عناصر معينة في الديكور، زي لوحة فنية أو قطعة أثاث مميزة أو نبات أو ديكور حائط.
او حتى عشان نخلق جو درامي ومثير في المكان. امثله على الاضاءه المميزه دي هي الاضواء الكاشفه اللي بتكون مركزه وقويه عشان نبرز بيها لوحه فنيه او قطعه ديكور معينه، او مثلا الاضاءه الشريطيه اللي بتكون رفيعه وطويله وممكن نستخدمها عشان نحدد بيها شكل حيطه معينه او نبرز بيها رف او نيش، او ممكن حتى الشمعدانات الجداريه اللي بتدي اضاءه ناعمه ودافيه للحوايط وممكن نستخدمها عشان نبرز بيها ديكور حائط معين او مرايه، او ممكن كمان الفوانيس والشموع اللي بتدي جو رومانسي ودافي جدا وممكن نستخدمها في المناسبات الخاصه او عشان نخلق جو مميز في البيت. طيب دلوقتي عرفنا انواع الاضاءات المختلفه، ازاي بقى نستخدمها صح في التصميم الداخلي؟ الموضوع مش عشوائي، ليه قواعد واصول لازم تعرفها. اهم قاعده في تصميم الاضاءه هي طبقات الاضاءه، يعني ما نعتمدش على نوع واحد بس من الاضاءه في الاوضه، لازم نستخدم اكتر من نوع عشان نحقق التوازن والوظيفيه والجمال اللي احنا عايزينه. فنستخدم مثلا الاضاءه المحيطيه عشان ننور المكان كله، والاضاءه الموجهه عشان ننور مناطق العمل، والاضاءه المميزه عشان نبرز الديكور ونخلق اجواء معينه. ولازم يكون في توازن بين الانواع دي كلها، وكمان الاضاءه لازم تكون موزعه في المكان كله بشكل متوازن، مش مركزه في مكان واحد وسايبه اماكن تانية كتير ضلمه. لازم ننور كل زوايا الاوضه ونركز على المناطق اللي محتاجه اضاءه اكتر زي مناطق العمل والمناطق اللي فيها ديكور مميز. وحدات الاضاءه كمان نفسها مهمه جدا، مش بس اللمبه، لازم نختار وحدات الاضاءه انها تكون مناسبه لنمط الديكور بتاع الاوضه وتكون عمليه ومريحه للعين وتكون كمان موفره للكهرباء. هتلاقي وحدات اضاءه مودرن وكلاسيك وريفيه وصناعيه، فلازم تختار النوع اللي ماشي مع ستايل الفراغ اللي انت بتصممه. وحاجه مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها وهي درجه حراره اللون، لان دي اللي بتحدد لون النور اللي طالع من وحده الاضاءه بتاعتك. في نور دافي اصفر، وفي نور بارد ابيض، وفي نور يعتبر محايد او ابيض مصفر. النور الدافي بيخلق جو مريح ورومانسي لغرف المعيشه وغرف النوم. النور البارد بيخلق جو عملي ومنعش مناسب اكتر للمطابخ والحمامات والمكاتب. والنور المحايد ده يعتبر حل وسط بين الاثنين وممكن نستخدمه في اي مكان. بس مهم جدا ان احنا نختار درجة حرارة اللون المناسبة لوظيفة الفراغ والأجواء اللي احنا عايزين نخلقها. من الحاجات الظريفة برضو إننا نقدر نتحكم في شدة الإضاءة ونغيرها حسب احتياجنا وحسب الوقت والمناسبة بتاعتنا. يعني ممكن نستخدم مفاتيح دايمر عشان نقدر نخفض ونزود الإضاءة زي ما احنا عايزين، ونستخدم الإضاءة الذكية أو السمارت لايتنج عشان نقدر نتحكم فيها مثلا بالموبايل أو بالصوت. ونقدر كمان إن احنا نغير الألوان ودرجة حرارة الإضاءة ونعمل سيناريوهات إضاءة مختلفة، لأن زي ما قلنا إن الإضاءة مش بس بتنور المكان، دي كمان بتأثر على مزاجك وعلى إحساسك. والموضوع ده علم وفيه دراسات وأبحاث كتير. نلاقي مثلا إن الإضاءة الطبيعية بتزود إفراز هرمون السيروتونين في المخ، وده هرمون السعادة والراحة النفسية. عشان كده لما بنتعرض للشمس والنور الطبيعي بنحس إننا مبسوطين ومرتاحين أكتر. وكمان النور الطبيعي بيظبط الساعة البيولوجية للجسم وبيحسن النوم والمزاج العام. النور الدافي بيخلق جو مريح ومسترخي وبيقلل التوتر والقلق، عشان كده الإضاءة الدافية مناسبة لغرف المعيشة وغرف النوم عشان تساعدك تسترخي وتهدى بعد يوم طويل. أما النور البارد فبيزود التركيز والانتباه والنشاط وبيقلل النعاس والكسل، وعشان كده الإضاءة الباردة مناسبة أكتر للمكاتب والمطابخ والحمامات عشان تساعدك إنك تكون مركز ونشيط وإنت بتعمل المهام بتاعتك. ده غير إن الألوان نفسها ليها تأثير نفسي على مزاجنا، والإضاءة بتزود التأثير ده. الألوان الدافية بتدي إحساس بالدفء والحيوية والنشاط، والألوان الباردة بتدي إحساس بالهدوء والراحة والاسترخاء، والألوان المحايدة بتدي إحساس بالبساطة والأناقة والهدوء. وممكن تستخدم الإضاءة الملونة عشان نخلق أجواء مختلفة ومميزة، بس لازم نستخدمها بحذر عشان ما تكونش مزعجة أو مبالغ فيها. وعشان ما تقعش في المشاكل اللي بتحصل بسبب الإضاءة لازم تعرف الأخطاء الشائعة اللي الناس بتعملها في تصميم الإضاءة عشان تتجنبها وتعمل تصميم إضاءة صح ومظبوط. أول غلطة هي الاعتماد على نوع واحد بس من الإضاءة. لازم تستخدم لايرز مختلفة من الإضاءة، مش تعتمد على الإضاءة مثلا المحيطية بس أو الإضاءة الموجهة بس. لازم يكون في توازن وتنوع في الإضاءة بتاعتك. تاني غلطة هي الإضاءة القوية جدا أو الخافتة جدا. الإضاءة القوية جدا بتسبب إجهاد للعين وصداع وتوتر، والإضاءة الخافتة جدا تخلي المكان كئيب وضلمة ومش عملي. لازم كمان تختار درجة إضاءة تكون مناسبة لوظيفة المكان ومريحة للعين. ثالث غلطة هي تجاهل الإضاءة الطبيعية. كتير من الناس بيهملوا الإضاءة الطبيعية وما بيستغلوهاش صح، والإضاءة الطبيعية مهمة جدا لصحتنا ومزاجنا ولازم نستغلها أقصى استغلال ممكن. رابع غلطة هو وضع وحدات الإضاءة في أماكن غير مناسبة. وحدات الإضاءة لازم تكون في أماكن استراتيجية عشان تنور المكان صح وتبرز الديكور صح. يعني ما ينفعش نحط مثلا النجفة الرئيسية في ركن في الأوضة، ولا تحط أباجورة القراءة مثلا بعيدة عن السرير. كل حاجة لازم تتحط في مكانها بشكل مظبوط.
خامس غلطة هي اختيار وحدات إضاءة غير مناسبة للنمط أو الستايل بتاع الفراغ اللي أنت بتصممه. فوحدات الإضاءة لازم تكون متناسقة مع النمط أو الديكور بتاع الأوضة. يعني ما ينفعش مثلا إنك تحط نجفة كلاسيكية في أوضة مودرن، ولا تحط وحدة إضاءة صناعية في أوضة ريفية. وسادس غلطة هي إهمال درجة حرارة اللون. كتير من الناس ما بياخدوش بالهم من درجة حرارة اللون وبيستخدموا أي لمبة وخلاص. درجة حرارة اللون بتأثر جدا على الأجواء وعلى المزاج، ولازم نختارها بعناية. ودلوقتي قبل ما نختم الفيديو عايز أديلكوا نصيحة ذهبية واحدة بس، لو عملت بيها تصميم الإضاءة بتاعك هيكون تحفة فنية. النصيحة هي فكر في الإضاءة كأنها قطعة ديكور أساسية في الأوضة. الإضاءة مش مجرد وسيلة عشان تنور المكان، دي عنصر ديكوري مهم جدا زي الأثاث والألوان والخامات بالظبط. وحدات الإضاءة نفسها ممكن تكون قطعة فنية في الأوضة. ففكر في الإضاءة من البداية وانت بتصمم الأوضة، مش بعد ما تخلص الديكور كله تبدأ تفكر في الإضاءة. الإضاءة لازم تكون جزء أساسي من رؤيتك للتصميم، ولازم تكون متكاملة مع باقي العناصر. وعشان تعرف تعمل تصميم إضاءة جيد وتفهم كل الأسرار والتفاصيل دي وتتعلم تصميم داخلي احترافي من الألف للياء، أنا برشح لك طبعا برنامج تأسيسي معماريين اللي بنقدمه في بلانواير. البرنامج ده مش بس هيعلمك أساسيات التصميم الداخلي والإضاءة والألوان والخامات، ده كمان هيخليك تمارس التصميم بشكل عملي وتعمل مشاريع حقيقية وتبني بورتفوليو احترافي. البرنامج ده هو مفتاحك عشان تدخل عالم التصميم من أوسع أبوابه وتبدأ مسيرتك المهنية بثقة ونجاح. أتمنى الفيديو ده يكون فتح عينيكم على عالم الإضاءة وعرفكم ازاي تستخدموا النور عشان تخلقوا أجواء مميزة تأثر بشكل إيجابي على مزاجك ومزاج اللي حواليك. الإضاءة هي فن وعلم محتاج دراسة وممارسة وتجربة عشان تتقنها صح، بس لما تتقنها تنقل تصميماتك لحتة تانية خالص. ما تخافش انك تجرب وتلعب بالإضاءة وتحاول انك تخلق تصميمات مختلفة ومبتكرة. الإضاءة هي أداة قوية جدا في ايدك، استخدمها صح عشان تميز تصميماتك بجد. ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا التعليمية في مجال العمارة والتصميم. ولو عندك اي سؤال او استفسار عن الإضاءة او عن برنامج تأسيسي معماريين اكتب لي في التعليقات تحت الفيديو وانا بإذن الله هرد عليكم بنفسي. اشوفكم في الفيديو اللي جاي بإذن الله.